صباح الخير أعزائي مشاهدي الدورة. اليوم نحن على شط رأس شمرة بجانب مطعم غزل البحر. اليوم رح نشوف في عندنا هون مجموعة من الأحجار العقيق مثل ما احنا شايفين، العقيق بكل أنواعه. السكرين عندي هون، عندي أيضا عندي الجاسبر، وعندي هاي العقيق الثلجي مثل ما احنا شايفين قديش هاي مصقولة جاهزة. هذا الجاسبر كمان عندي كثير منوع. هاي عندي السترين ايضا كأحجار سترين كثير موجودة. هذا رح نتابع شوي. طبعا هون كل انواع الاحجار ممكن نشوفها. بالنسبة لنا هاي عندي العقيق الاسود ايضا ممكن نصادفه ونحن ماشيين. ايضا انواع الجاسبر الاصفر كمان، هذا على القص بيطلع كثير جميل. عقيق ابيض او بنسميه ثلجي كمان بقطع جميل. طبعا عندنا حبات اصغر موجوده بشكل مخصوص. نرجع للجاسبر. ايضا عندي جاسبر ملون على طول الشط. ايضا عقيق مع جاسبر بنسميه عقيق الجاسبر او قنداش. اذا انتم شايفين كثير الشط غني بمجموعه من هاي حجره. طبعا هذا قزاز بحر، كثير الناس بيفكروا زفير ازرق، لكنه في الواقع عباره عن قزاز بحر. ممكن نشوف عده انواع. ايضا نرجع للجاسبر. عندي كمان نوعيه. العقيق كمان لونه كثير جميل موجود. نرجع للعقيق الابيض موجود بحبات مختلفة الحجم. ايضا في مجموعة من المستحاثات عندي هون. العقيق كثير ظريف. ايضا القنداش كمان كحجر كثير مميز بهالمنطقة هاي. زي ما كنتم شايفين طالما احنا ماشيين على الشط رح نلاقي مجموعة كمان كبيرة من الأحجار. أيضا الجاسبر موجود كمان بكميات كبيرة. وشكرا لكم.